كل ما تقرب من الكعبة تصرخ. صوتها جاب الحرم كله، راقدة على الأرض وبتنطق كلام مش مفهوم بنبرة صوت غريبة. واقعة مؤسفة لبنت في الحرم المكي. ايه هي قصة البنت دي وليه كانت بتصرخ وايه علاقتها بالعالم الآخر؟ كل ده وأكتر هنحاول نعرفه مع بعض في الفيديو ده. حالة من الأسف الشديد والحزن مالية التيك توك بعد انتشار فيديو لبنت في الحرم المكي ظاهرة فيه وهي بتبكي وتصرخ على آخرها. الناس في الفيديو زي ما شفتوا كده اتلموا عليها وحاولوا يساعدوها أو يشوفوا حتى مالها. في واحدة الظاهر إنها من أهلها كل شوية تقرب منها وتمسك إيديها وتحاول تصبرها، وفي نفس الوقت في راجل جنبها ماسك كوباية مية وزي اللي بيقرأ عليها حاجة ويحطها على راس البنت. كل اللي شافوا الفيديو على تيك توك حاولوا يعرفوا هي مالها وايه قصتها، ومنهم اللي كشف ان البنت دي اسمها فاطمة ومن المغرب الشقيقة. حكى عنها شيخ اسمه حسن حبشان، قال ان اللي عند البنت دي ومخليها كل ما تقرب من الكعبة كده تصرخ انها عليها حاجة، في حاجة عليها يعني من العالم الاخر. وكمان كشف ان الراجل اللي ظهر جنب البنت هو راجل مصري ابا عن جد، ولولا الراجل المصري ده كان وضع البنت بقى سيء جدا عن اللي انتم شايفينه. حكى الشيخ حسن ان الراجل المصري ده جنب البنت كان بيحاول يخفف عنها اللي هي فيه، كان سامع صوت غريب بيطلع منها، صوت رجالي مش بناتي. فهم من الصوت ده انه عليها حاجة، وعلشان كده بدأ هو يقرأ آيات من القرآن الكريم ويمسك راس البنت، وكل ما يحاول يعمل كده ويقرب منها تقوم هي بعد عنه. بس الراجل المصري مزهقش ولا بطل، ده فضل يحاول معاها بكل الطرق، وجاب كوباية مية وقرا عليها، والمية دي كان بيرش منها على البنت، وده هداها فعلا شوية بس مش كتير يعني. المهم انهم عرفوا يسيطروا عليها في الاخر واخدوها لغرفة الفندق المقيمة فيه علشان يهدوها فيه، وهناك وبعد ما بعدت عن الكعبة خالص هديت، والصراخ اللي كان فيها ده بطل، حتى الصوت اللي كان طالع منها راح لحاله. بعد اللي حصل ده كتير من الناس على السوشيال ميديا تداولوا الواقعة وحكوا ان البنت اهلها كانوا عارفين باللي عندها ده واخدوها تعمل عمرة يمكن اللي عليها ده يروح منها. هم حاولوا مع شيوخ كتير وناس كتير ليهم في القصة دي بس ما وصلوش معاها الحل، لحد ما الموقف بتاع الحرم ده حصل وحكايتها بقت معروفة. ودلوقتي الناس على السوشيال ميديا بيقولوا ان قصتها اتشهرت يمكن علشان ناس كتير يشوفوها ويدعوا لها بالشفاء من الأزمة اللي هي فيها، وأملهم إن بعد كل الدعوات اللي بتاخدها البنت ربنا يشفيها من الأزمة اللي هي فيها دي. في النهاية انتم رأيكم إيه؟ هل البنت فعلا عليها حاجة ولا ده مجرد حاجة نفسية فيها؟